خلال جولة السلام التي قام بها فريق برشلونة خلال سنة 2013 والتي زار خلالها النادي دولة فلسطين وإسرائيل، زار لاعبو الفريق حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وارتدى النجم ليونيل ميسي ولاعبو البارسا خلالها الكيبة اليهودية، ووضعوا ورقة تحمل أمنياتهم الشخصية على الحائط، وأدوا طقوس تشبه تلك التي يمارسها اليهود. ومن تلك اللحظة بدأت اتهامات تلاحق نجم باريس سان جيرمان الحالي ليونيل ميسي عن دعمه لإسرائيل، وظهرت عدة أخبار على مواقع الانترنت تتحدث عن ذلك. فهل فعلا ليونيل ميسي يدعم إسرائيل؟ في هذا الفيديو سنعرض لكم أكثر 4 مواقف أثيرت حول ليونيل ميسي وعلاقته بإسرائيل. ميسي والاتهامات بتبرعه لإسرائيل بمليون دولار. راجت العديد من الأخبار خلال سنة 2014 حول تبرع ليونيل ميسي بمليون دولار لإسرائيل، وتناقلته العديد من الصحف الإلكترونية العربية. هذا الخبر كان مصدره موقع وايت سوبيك الأمريكي الذي لم يشر إلى أي مصدر لهذا الخبر، فيما نشرت صحيفة كلارين الأرجنتينية خبرا صادرا عن ميسي ينفي من خلاله الأنباء التي تحدثت عن تبرعه لإسرائيل. وأكد ميسي عبر الصحيفة ذاتها أنه لم يتبرع لإسرائيل بمبلغ مليون دولار كما سبق وقيل، وقال: إسرائيل كيان غني، لذلك أفضل التبرع للمستشفيات والتعليم في الأرجنتين بدل التبرع لأشخاص غير محتاجين. ميسي يرفض مواجهة إسرائيل وديا. حسب ما كشفت عنه صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي رفض لعب مباراة ودية بين منتخب الأرجنتين وإسرائيل، والتي كان مقررا أن تلعب سنة 2018 في مدينة القدس المحتلة. وذكرت الصحيفة أن ميسي استجاب للدعوات الموجهة له بعدم لعب المباراة الودية أمام إسرائيل، مشيرة بالذات إلى دعوة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل أرجوب لاحترام مشاعر الملايين من مشجعيه المسلمين. كما ذكرت الصحيفة أن ميسي ومدرب منتخب الأرجنتين آنذاك خورخي سامباولي أكد أن اللعب في القدس في ظل هذه الظروف سيقحمهم في صراعات سياسية لا جدوى منها. وإضافة للضغوط التي مارسها ميسي، تحدثت وسائل إعلام أرجنتينية وإسبانية عن دور مهم للاعب خافير ماسكيرانو، كما صرح اللاعب غونزالو هيغوايين بأن إلغاء المباراة كان القرار الصائب. ميسي ينضم لأكثر أندية إسرائيل عنصرية. قدم رئيس نادي بيتار القدس والمعروف بعنصريتهم الشديدة وتورط أنصارهم في حوادث معادية للعرب والمسلمين، والمعروف كذلك بميله نحو اليمين المتطرف، قدم عضوية النادي للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث ظهر ليونيل ميسي في مقطع فيديو نشرته صفحة الفريق على تويتر رفقة موشي هوغين رجل الأعمال اليميني المتطرف ومالك النادي، وهو يقدم بطاقة العضوية الخاصة بالنادي لليونيل ميسي، والذي قبلها بكل سرور. ميسي سفيرا لشركة تكنولوجيا إسرائيلية. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن النجم ليونيل ميسي سيكون سفيرا لشركة تكنولوجيا إسرائيلية، ونشرت الخارجية الإسرائيلية الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وقالت فيه: تعاون تاريخي، نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة أوركام الإسرائيلية، وسيساعد الشركة على توزيع الابتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر. كما نقلت الوزارة تصريحا لميسي قال فيه: أنا فخور بأن أكون سفيرا لشركة أوركام، هذا الجهاز سيغير حياة الكثير من الناس على حد تعبيره. هذا القرار من ليونيل ميسي أثار غضبا عارما لدى كل الداعمين للقضية الفلسطينية والمناهضين للاحتلال. هذه كانت أكثر 4 مواقف أثيرت حول علاقة ليونيل ميسي بإسرائيل. لا تنسى إخبارنا في التعليقات برأيك. هل تعتقد أن ميسي من مناصري إسرائيل